السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير هانيين. نوجد لكم خبر زوين وفي نفس الوقت وحال واش نتأكد منه. المهم خبر خاص بالمغاربة، النجوم ديالنا الكبار ياسين بونو وأشرف حكيمي مرشحين للجوائز الفردية في المونديال أندية. أمضوا على بركة الله. ياسين بونو الحارس ديال الهلال السعودي واللي داير مستويات كبيرة في الدورة، راه مرشح رسميا لجائزة القفاز الذهبي، ومنافس ديالو الرئيسي هو دوناروما حارس باريس سان جيرمان. ولكن شنو الفرق؟ دوناروما صحيح دخل عليه غير هدف واحد، لكن داير غير 7 تصديات في الدور المجموعات كامل. أما بونو راه أكثر حارس تصديات الهجمات في الدورة كاملة، وهذا الشيء ماشي كلام فارغ، بل إحصائيات رسمية من فيفا سوفا سكور. يعني المعقول بونو دار خدمة نقية وأكثر، وكان حاسم في بزاف ديال اللحظات. دابا نمشيو لأشرف حكيمي، الأسد الطائر الظهير أيمن، جناح ديال بي اس جي، المرشح الجائزة أفضل لاعب في المسابقة. وراه ماشي غير ترشيح شكلي، حكيمي هو الوحيد في الفريق ديالو اللي ساهم في جميع الأهداف ديال باريس سان جيرمان في الدور المجموعات، سواء في التمريرات الحاسمة أو مشاركة مباشرة. وزيد على هذا الشيء، وهو اللاعب الوحيد اللي اختيار ضمن التشكيلة المثالية. يعني كل مقابلة كيختاروا التشكيلة المثالية من أول ماتش في البطولة. يعني المستوى ديالو ثابت، وفوق هاد الشي كامل كيبان عليه النضج والثقة. والمعلومات مهمة بزاف، هي أن هاد الجوائز، يعني هاد الجوائز ماشي في التصويت ديال الجمهور. يعني اللي غادي يفوز راه باين، راه باين على بناء الأداء الحقيقي، ماشي الشهرة ولا عدد المتابعين ولا عدد المصوتين، لا. فاش كتسمع هاد جوج لاعبين مغاربة مرشحين هاد الجوائز وسط نجوم كبار، فهادشي كيعني بزاف لينا كمغاربة، وكيعطي صورة قوية للقيمة اللاعب المغربي في العالم. وانتم شنو رأيكم؟ بونو يستاهل القفاز الذهبي؟ الحكيمي يستاهل أفضل لاعب؟ كتبوا لي في التعاليق ديالكم، وخلوا لي لايك وبارطاجيو باش نوصلوا لكم كل فيديو إن شاء الله. تحياتي.